في عالم مليان فوضى دايما بيظهر بطل، بس لما البطل ده يكون سوبرمان يبقى احنا مش بنتكلم عن مجرد شخصية، احنا بنتكلم عن رمز، عن أسطورة، عن أمل. الفيلم الجديد بيقدم سوبرمان بشكل مختلف تماما، أضعف من زمان، أقوى من أي وقت، وصراعه المرة دي مش مع أعداء خارجيين لكن مع نفسه، مع العالم اللي بقى مش متأكد هو محتاجه ولا لأ. في الفيديو ده هنفكك الفيلم مشهد مشهد، هنحلل كل قرار كل لحظة، وهنشوف ليه سوبرمان فضل لحد دلوقتي أكتر بطل خارق ليه تأثير على الشاشة الكبيرة. وقبل ما نبدأ ياريت تعمل لايك وسبسكرايب للقناة، ويلا بينا نبدأ. أول حاجة القصة من غير حرق. الفيلم مش بيحكي من الأول ازاي سوبرمان بقى كده، يعني مش قصة الطفل اللي جه من كوكب كريبتون واتربى في مزرعة، لأ خالص. الفيلم بيبدأ وهو أصلا بقى معروف للناس، بيتعامل كأنه واحد منهم وبيحاول يلاقي لنفسه مكان في وسط البشر. بس طبعا الدنيا مش ماشية بسلاسة، في حروب بتحصل حوالين العالم، وفي ناس شايفاه خطر وناس تانية شايفاه أمل. ووسط كل ده بيظهر عدوه القديم والعبقري ليكس لوثر، اللي عمل شغل كبير في الفيلم ده. شرير بيفكر بيخطط وعنده نفوذ وتأثير حقيقي. تاني حاجة الشخصيات والتمثيل. ديفيد في دور سوبرمان بصراحة عامل شغل محترم جدا، حاسس ان الشخصية طالعة منه طبيعي، مش بيمثل انه سوبرمان، لا هو فعلا سوبرمان في كل تفصيلة، في براءة وفي قوة وفي إنسانية. ريتشل اللي عملت دور لويس لين كانت قوية، دماغها شغالة، ومش بس وجودها عشان تبقى حبيبة سوبرمان، لأ ليها دور ومكانة وتأثير حقيقي في الأحداث. أما ليكس لوثر اللي عمله نيكولاس فولت فده بقى الشرير اللي فعلا تحبه وتكرهه، واحد غني ذكي ودايما سابق بخطوة، كل مشهد ليه كان تقيل ومليان طاقة. مفاجأة حلوة، في شخصية ظريفة جدا ظهرت في الفيلم وهي كلب سوبرمان. أيوة كلب عنده قدرات خارقة، اللحظات اللي كان فيها كانت خفيفة ومضحكة وبتكسر جو التوتر شوية، وده شيء جميل جدا. الجو العام والرسالة. الفيلم مش تقيل ومظلم زي أفلام دي سي اللي فاتت، بس برضه مش تافه، هو خليط متوازن بين الجدية والدم الخفيف. والرسالة اللي واضحة جدا ان سوبرمان مش مجرد واحد قوي، هو رمز ضمير وامل في عالم مليان حروب ومصالح. الاخراج والتصوير. جيمس جان عامل شغل حقيقي، التصوير كان حلو، الالوان رجعت تنور في عالم دي سي، مش كلها كحل وكآبة، المعارك متصورة بشكل واضح مش متلخبطة، وكل مشهد ليه وزن. اللي حبيته كمان ان الفيلم ما كانش كله جرافيك وخلاص، كان فيه مشاعر، فيه لقطات ساكتة بس بتحكي كتير. تعال بقى ننتقل للايجابيات والسلبيات. الايجابيات تمثيل سوبرمان ديفيد اداء هادي وطبيعي، تحس ان فعلا سوبرمان مش بيحاول يقلد حد ولا متصنع. تاني حاجة اخراج جيمس جان مريح متوازن بين الاكشن والدراما، مفيهوش زعيق بصري زي اللي كان بيحصل قبل كده في افلام دي سي. الجو العام للفيلم مش سوداوي ومش خفيف زيادة عن اللزوم، وسط كده في امل، في فكرة وفي انسانية. الشخصية الشريرة ليكس لوثر مش مجرد شرير بيكره سوبرمان وخلاص، لا ده شرير عنده دوافع، فهم وبيفكر، وده خلى كل مشهد ليه ممتع. وجود كلب سوبرمان أضاف لمسة لطيفة وخفيفة الدم، خلى الفيلم مش كله توتر وكآبة. الجرافيك والمؤثرات. المعارك متصورة بشكل كويس، واضحة ومفهومة، مفيهاش لعب كاميرا يصدعك. تاني حاجة السلبيات. تكدس الشخصيات. في شخصيات كتيرة ظهرت فجأة من عالم دي سي، الناس اللي مش متابعاها هتتلخبط ومش هتلحق تفهمه. تاني حاجة بعض المشاهد كانت محتاجة وقت أطول، في لقطات حلوة بس اتحشرت، يعني المشهد بيبدأ ويخلص بسرعة وكنت عايزة تتعمق فيها أكتر. بعض الناس هتحس الفيلم بسيط، لو مستني فيلم معقد أو سوداوي زي بتاع زاك سنايدر ممكن تحس إن ده أهدى شوية وأبسط من اللي متوقع. لهجة الفيلم. في ناس شايفة إن دم الفيلم خفيف زيادة عن اللزوم، أو إن في حتت كانت بتفك من جدية الجو. مقارنة مع النسخة القديمة، من أول نسخة سوبرمان بتاع كريستوفر ريف في الثمانينات لحد نسخة هنري كافيل اللي بدأت 2013، دايما الناس بتحب تقارن النسخة الجديدة مع ديفيد، لكن واخدها اتجاه مختلف خالص. هو مش الشخصية العضلات اللي ماشية مكشرة طول الفيلم، ولا سوبرمان بينقذ العالم وبيعيط في نفس الوقت، ده سوبرمان بشري أكتر، بيغلط بيتلخبط بيتسائل هو بيعمل ايه هنا، وده بيدي بعد نفسي للشخصية اللي يخليها أقرب للمشاهد. في ناس شايفة إن نسخة هنري كافيل كانت أعمق أو أقوى، بس في جمهور كبير مبسوط بالبساطة والهدوء اللي ديفيد جابهم للشخصية، وقالوا أخيرا في سوبرمان شبه اللي بنقراه في القصص المصورة. شخصية كلارك كانت سوبرمان من جواه. أول حاجة هتحس بيها إنك بتتفرج على سوبرمان هنا، إن بني آدم قبل ما يكون بطل خارق هو شخص طيب بسيط وشايل هم كبير، مش بس هم إنقاذ العالم، لأ ده شايل سؤال أعمق، هل هو واحد من البشر فعلا ولا دايما هيفضل غريب؟ السؤال ده فضل يتكرر طول الفيلم من غير ما يتقال بشكل مباشر، بس واضح في كل نظرة وفي كل تصرف. تربيته وتأثيرها عليه. واحد من أحسن الحاجات اللي في الفيلم إنهم ركزوا على تربيته في المزرعة عند أسرته البشرية، أبوه وأمه رغم إنهم عاديين جدا علموا القيم المبادئ والحب والرحمة، وده باين في كل موقف بيواجهه، يعني لو شاف ظلم بيوقفه بس من غير ما يبقى عنيف أو متكبر، ولو شاف شخص تايه بيساعده حتى لو موضوعه مش كبير. كلارك كانت هنا مش سوبرمان بس علشان عنده قوة، ده علشان عنده تربية. ضعفه الحقيقي مش جسدي. الجميل في النسخة دي من سوبرمان انهم ورونا ان قوته مش بس عضلات ولا نقطة ضعف مجرد كريبتونايت، لا ضعف الحقيقي والتشتيت. هو بيحب البشر وبيخاف عليهم، بس في نفس الوقت مش قادر يلاقي نفسه وسطهم، كل ما يحاول يتقرب يحس انه بعيد، وكل ما بيبعد يحس انه بيتأنب ضمير، وده خلى الشخصية عميقة، بطل خارق لكن في نفس الوقت مكسور من جواه، وده بيقربه مننا كمشاهدين. لما يتعصب المشهد اللي سوبرمان بيفقد فيه أعصابه كان تقيل جدا، مش لأنه فجأة بقى وحش، لا لأنه لحظة إنسانية خالصة، بيوريك إن مهما كان قوي ممكن يغلط، ممكن ينفعل، ممكن يتصرف غلط لو اتزنق نفسيا، بس اللي بيخليه بطل حقيقي إنه بيرجع وبيحاسب نفسه وبيحاول يصلح مش بيبرر.
تعامله مع الناس في كل موقف بتشوفه بيحاول يتفهم الناس سواء لويس أو زمايله في الجريدة أو حتى الأعداء، مش مندفع مش مغرور ومش بيفرض نفسه كبطل، هو بيمشي وسطهم عادي بيشتغل بيحب وبيحاول يلاقي له مكان زي أي حد فينا، وده اللي خلى الجمهور يتعلق بيه أكتر من النسخ التانية اللي كانت بتقدم سوبرمان كرمز جامد أو بطل مثالي فوق البشر. خلاصة التحليل، كلارك كانت هنا مش شخصية خارقة، لأ ده شخص عادي جدا عنده قوة خارقة، والفرق ده هو اللي خلى الفيلم كله ينجح. لما تشوفه بيضحك بتحس إن ضحكة طالعة من قلبه، ولما بيتوجع بتحس بيه فعلا، وده كله بفضل الكتابة الذكية والإخراج اللي فهم الشخصية وتمثيل ديفيد اللي خلاه حقيقي. دلوقتي بقى هننتقل لتحليل كامل لمشهد النهاية في فيلم سوبرمان الجديد من جيمس جان، وهنتكلم بالتفصيل على كل لحظة وكل رسالة مخفية، وازاي المشهد ده بيقول كلام كتير من غير ما يتقال حرفيا. تنبيه خفيف لو حد لسه مشافش الفيلم، فيه شوية حرق هنا في اللي أنا هقوله ده. اول لمحه من مشهد النهايه، الفيلم بيقفل بمشهد هادي جدا مش مليان اكشن ولا انفجارات، لا جيمس جان قرر ينهي الفيلم بلقطه كلها معنى سوبرمان واقف على السطح الجليد وباصص للمدينه ووشه عليه ملامح رضا بس في نفس الوقت فيها قلق خفيف، وده لوحده بيقولك ان البطل هنا مش نهايته بنهايه المعركه دي كانت بس البدايه. بعدها بنشوفه ماشي في الشارع لابس هدومه العاديه، نضاره ووشه فيه هدوء، مفيش حد واخد باله ان ده هو نفس سوبرمان اللي انقذه. وهنا بقى الرساله الخطيره ان البطل الحقيقي مش لازم الناس المعارك متصوره بشكل كويس هو اللي يكمل في فايت ويخدم في الخفاء ويسعى من غير ما يستنى مقابل، ودي من اقوى اللحظات اللي في الفيلم بالنسبه لي لانها بتلخص كل حاجه في الشخصيه. مشهد لويس نرجع اللقطه اللي فيها سوبرمان. تاني حاجه بعض المشاهد كانت محتاجه وقت اطول. لويس بتساله سؤال بسيط، هتفضل تشتغل هنا؟ وسوبرمان بيرد بابتسامه بيقول لما اكون هنا بحس اني شبههم. الجمله دي تقيله جدا، بتقولك ان رغم قوته الخارقه هو مش شايف نفسه اعلى منهم وبيحاول يعيش زينا، بيشوف اللي بنشوفه ويكتب اللي بنكتبه، وده بيخليه قريب من الناس. المشهد الاخير بيقطع فجأة على لقطة سريعة لو خدت بالك منها، حد في الظل بيشوف تقرير عن سوبرمان ووشه مش باين بس واضح انه متابع وحاسس بتهديد، وطبعا ده تلميح لعدو جديد غالبا شخصية من عالم دي سي، ممكن يبقى جنرال زود في نسخة جديدة. المزيكا في آخر دقيقة كانت هادية ومليانة إحساس بالفضاء الواسع، مش مزيكة نصر وانتصار لكن مزيكة تأمل بتخليك تحس إن الفيلم بيقولك سوبرمان مش بس بطل، ده فكرة وأي حد ممكن يبقى زيه لو فضل يؤمن بالخير حتى لو الدنيا كلها بقت ضدك. الرسالة الأهم، مشهد النهاية بيأكد إن سوبرمان هنا مش معمول علشان يبهرنا بقوته، ولكن علشان يورينا إزاي تكون قوي من جوه، إزاي تكون إنسان حتى لو أنت مش من كوكب الأرض. وده كان تحليلي الكامل لفيلم سوبرمان الجديد بتاع جيمس جان. بصراحة الفيلم فاجئني وقدر يقدم شخصية كلنا عارفينها بس بشكل جديد إنساني وقريب من القلب. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة لو لسه مشتركتش، وفعل زر الجرس عشان تشوف كل جديد، وسلام.